لعنة الدفتر القديم في بيت جدها القديم. كانت سارة بتفتش في العلية تدور على أي حاجة لها علاقة بالماضي. وسط الغبار والصناديق المهجورة لقت دفتر قديم لونه غامق عليه نقوش غريبة ومقفول بشريط جلد مهترئ. رغم إحساسها بالخطر فضولها كان أقوى. فتحت الدفتر وبدأت تقرأ. الكلمات كانت بلغة غريبة مش مفهومة، لكن كل ما تقرأ أكتر الجو حواليها بدأ يتغير. الهواء بقى أبرد والنور بدأ يضعف. الصفحة الأخيرة كان مكتوب عليها تحذير واضح: لا تفتح الصفحة التالية. لكن سارة بعنادها فتحت الصفحة، وفجأة صوت همس خافت بدأ يملأ الغرفة، وكأن عشرات الأصوات بتتكلم في وقت واحد بلغات ما سمعتهاش قبل كده. المراية بدأت تهتز والظلال على الجدران اتحركت كأن في كيان تاني بيصحى. سارة حاولت تقفل الدفتر لكن ايدها ما كانتش بتتحرك، كأن في حاجة ماسكة بيها. لما قدرت أخيرا تسيب الدفتر لقيت حاجة مرسومة على ايديها، نفس الرمز اللي كان على الغلاف. ومن وقتها كل ليلة الساعة 3 فجرا بتسمع نفس الهمسات وبتشوف نفس الصفحة بتتفتح لوحدها مهما خبت الدفتر أو حاولت تتخلص منه. سارة مش لوحدها دلوقتي، واللي صحته لسه ما كشفش وشه.